الحسون. الصيد المفرط والعشوائي جعل هذا الطائر عملة نادرة في طبيعة المغرب. المدير الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات بالقنيطرة يوضح لنا تدخلات المندوبية للحفاظ على أنواع الطيور وخاصة طائر الحسون. موظفي المياه والغابات كيقوموا بشكل منتظم بجولات المراقبة من أجل ضبط وزجر كل مخالفات القنص العشوائي، وأيضا حيازة الطيور وجميع أنواع الوحيش بطريقة غير قانونية طبقا للمقتضيات القانونية ديال الظهير المتعلق بشرطة القنص. الترسانة القانونية لا شك أنها عامل مهم في حماية البيئة والحفاظ على طبيعة المغرب. وهنا نبغي نشير بان هذا الظاهر كينص على عقوبات في حق هاد المخالفين اللي الضرائر ديالها يمكن تتوصل لمبالغ جد عاليه، مع المصادره ديال جميع الوسائل والمعدات المستعمله في هذه المخالفات القنص، ويمكن ايضا ان تصل هذه العقوبات الى الحبس. غياب طائر الحسون من الحياة البرية والطبيعية دفع المندوبية السامية إلى تصنيفه ضمن قائمة الطيور المحمية. في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الطيور خاصة الأنواع اللي هي مهددة بالانقراض، فهناك مجموعة من هذه الأنواع اللي هي مدرجة ضمن لائحة الأنواع اللي هي محمية، حيث أنه يمنع بشكل قاطع القنص ديالها. وعلى سبيل الذكر في خلال الموسم القنص المنصرم تمت إضافة نوع آخر اللي كان غير مدرج بهذه اللائحة، وهو طائر الحسون الذهبي أو ما يسمى بالمقنين. لا شك أن طبيعة طائر الحسون وبعض أصناف الطيور المغردة في العيش بين الحقول والتجوال بالقرب من المناطق الحضرية ساهم في تهديدها بالانقراض وسهولة صيدها. المندوبية تشجع على توطين الطيور بالمحميات لحمايتها من الانقراض. هذه المحميات كتلعب واحد الدور كبير كيف سبقنا وقلنا بالنسبه للمحافظه على التنوع البيولوجي، ويرجع لها الفضل في هذه حمايه عده انواع من الانقراض. يمكن نقول بانه عده اصناف، البقاء ديالها يرجع فيه الفضل الى انشاء مثل هذه المحميات هذه، لانها هي اللي كتوفر لها الظروف المناسبه اولا للعيش ديالها والبقاء ديالها، وايضا التكاثر ديالها وحتى الانتشار ديالها الى مناطق اخرى مجاوره. طيور تعتبر مؤشرا لسلامه البيئه وعنوانا اساسيا لطبيعه ايكولوجيه متوازنه. في المقابل نجد ان عوامل الصيد والاستغلال العشوائي والإضرار بالثروات الطبيعية لا شك أنها أمور تهدد الكائنات الحية بالانقراض. لأنه إذا لاحظت حاليا منطقة بوسكورة كانت تزخر بهذا الطائر، حاليا لا يمكن أن نسمع أي زقزقة لهذا الطائر. إذا أثناء عملية الجر تبين بأن هذا الطائر لن نقول بأنه أصبح مهددا بالانقراض، بل انقرض بالفعل. مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وباحثون الكل يدق ناقوس الخطر للحفاظ على أنواع الطيور والتصدي لتهريب طائر الحسون الحر نحو المجهول، والحفاظ على طائر ميز سماء المغرب بتغاريده وساهم في تنوعه البيولوجي. إلا هذيك الطيور مثلا انقرضات، كل هذيك السلسله الغذائيه كتمشي لينا. البقاء ديالها يرجع فيه الفضل الى انشاء مثل هذه المحميات هذه.